حكايات 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 جاية لنا في أحلى الأوقات مع خالته أسماء السكرات وأصحابنا في كل البلدان هنطير سوا مع بعضنا. يا أهلا بقلوب السكر، وحشتوني قوي قوي. النهاردة بقى خالته أسماء هتاخدكم لمكان بعيد قوي قوي، لأفريقيا. غمضوا عيونكم كده وحسوا بالهوا وهو بيخبط في وشنا. سامعين صوت فيل بيشرب مية وصوت عصافير ملونة فوق الشجر. كان يا مكان يا صحابنا يا حلوين، كان في زرافة صغنونة خالص اسمها زوزو. زوزو كانت زعلانة قوي من رقبتها الطويلة. كانت بتقول: يا خالته أسماء يا خالته أسماء، أنا ليه رقبتي طويلة قوي كده؟ أنا مش عارفة ألعب استغماية مع الأرنب، ولا عارفة استخبى ورا الشجر القصير زي الغزلان. كانت شايفة إن طولها ده مشكلة كبيرة خالص. وفي يوم من الأيام الدنيا مطرت مطر شديد قوي، والمية غطت كل الشجر الصغير، والحيوانات ملقوش حاجة ياكلوها. زوزو بصت لفوق، لقت شجر عالي قوي ومليان ورق أخضر وجميل ومنور. برقبتها الطويلة قدرت توصل لأحلى ورق وأكلته كله وشبعت. ومش بس كده، دي بدأت تقطف الورق وتنزله لأصحابها الأرانب والغزلان اللي ما كانوش عارفين ياكلوا ولا عارفين يوصلوا لأي ورقة من الورق ده. زوزو عرفت إن الحاجة اللي كانت فاكراها عيب هي اللي خلتها بطلة ومنقذة لكل أصحابها. كل واحد فينا مختلف يا ولاد، كل واحد فينا له طبعه الخاص وسماته الخاصة، والاختلاف ده هو سر قوته، هو الخلطة السحرية لتكوين شخصيته. يا رب يا رب يحلي أيامكم ويجعلكم دايما راضيين ومبسوطين بجمالكم اللي ملهوش زي. تصبحوا على خير وسعادة وحب وجبر خاطر. كانت معكم خالته أسماء. باي باي. كنا معاكم في رحلة جميلة، نورتونا بضحكة بريئة. هستناكم يوم ورا يوم، لو نسيتوني هنسى برقتي وهبقى غريقة. بحب وجودي وياكم يا حبايب قلبي سماسير.